بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد في قناتي، يا رب يعجبكم. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله. تعالوا بقى اوريكم مشتريات الاسبوع دوت او مشتريات العشر ايام اللي انا جبتهم بتوع السوق. اللهم صل على النبي. جبت ايه؟ مهاجر. كنتش الصراحه ناويه اجيب بتنجان رومي لان كان عندي بتنجانيه كبيره بس خلاص استخدمتها، فقلت لا خلاص هشتريها حتى لو فاض منه للشهر الجديد يفيد، لان انا بحبه في البيت، بعمل بيه مسقعه، بقلي بيه على الفطار. يعني ليه وصفات برضو كتير مش وحشه. تمام. هوريكم بقى جبت ايه الاول. انا جبت جزر. اللهم صل على النبي. كان الكيلو ب15، جبت كيلو وربع ب20 زي ما انتوا شايفين كده اهو. جبت كمان فلفل اخضر ب10 جنيه كيلو، كان عامل 10 جنيه اهوت. زي ما انتوا شايفين فلفل جميل ازاي. الفلفل ده بحبه قوي، الفلفلايه الكبيره دي. ما بحبش الفلفلايه الرفيعه خالص عشان بتبقى شطه قوي يعني. جبت كمان اللهم صل على النبي محشي. جبت كيلو بتنجان محشي اسمر على ابيض. جبت كيلو واحد بس عشان ابقى في يوم كده ايه اعمل محشي بتنجان مع كرنب، يعني عندي كرنب مفرزاه في الفريزر. كيلو كان ب10، جبت كيلو. جبت كمان اللهم صل على النبي كيلو ونص بتنجان ب15 رومي. جبت 2 كيلو بطاطس، الكيلو ب15 جنيه. جبت 2 كيلو بطاطس تحمير حلوة، لان انا ما اقدرش استغنى عن البطاطس، هي كانت خلاص خلصت. كان فاضل 2 أو 3 زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، بس لما لقيتهم خلصوا بقى واستخدمتها اليومين اللي فاتوا دولت قلت لا بقى ما بديهاش هشتري. انا كنت ناوية الصراحة ما اشتريش كل المشتريات ديت خالص، بس لما لقيت ان الحاجة مش متوفرة قلت لا هنزل بقى واشتري. تمام. جبت كمان كيلو ونص اللهم صل على النبي كيلو وربع ملوخية ب20. تمام. جبت كيلو فلفل احمر. ده كيلو الفلفل الاحمر عندنا هنا ب20. غالي قوي الفلفل الاحمر بس انا بحبه، هجيبه عشان هعمل بيه دقه او شطيطه حسب ما تسموها في التلاجة، بتبقى حلوه جدا. جبت ب10 جنيه خضره عشان المحشي. وجبت كمان كيلو خيار ب20. معرفش الخيار ماسكين فيه ليه كده، وكمان ما كانش حلو، مش عجبني. ما لقيتوش الا الخيار الكبير دوت، لكن الخياره البلدي الصغننه ديت ما لقيتهاش. جبت كمان كيلو الليمون. عندنا هنا الراجل بيفضل ينادي بيه كيلو ب15. جبت كيلو وحلو قوي. ينفع بقى لو انت هتخللي الليمون اليومين دول خللي، طبعا الليمون رخيص عشان الزيتون وكده اللي بيخلي الزيتون. الطماطم عندنا اللهم صل على النبي لقيت واحد واقف ب10 جنيه، الطماطم ب15 في السوق عندنا، لقيت واحد واقف ب10. فجبت 2 كيلو و2 كيلو، جبت 4 كيلو طماطم. تمام. وجبت كيلو ترمس. جبت كيلو ترمس. لقيت واحد واقف ببقليات يعني في السوق كده، فجبت منه كيلو ترمس. بصراحة قلت ايه هنزعزع بقى، الشتا داخل ومحتاجين شوية اللهم صل على النبي كده تسالي، محتاجين شوية بقى حاجات كده، طبعا داخلين بقى على الحمص والمشروبات الشتوية الجميلة بتاعتنا. فقلت اجيب ايه برضو كيلو ترمس كده قابله. الترمس ده يا جماعة احنا ما بنملوهوش بس في العيد، لا ممكن تجيبيه كده كتسالي برضو في البيت بيبقى حلو قوي. تمام. فدي كانت المشتريات بتاعتنا. الجزر كان جميل جدا ولسه بقى متهيألي طالع او يعني مش عارفه، او طالع من بدري، بس انا لما لقيته جبت كيلو وربع ب20 على طول. تمام. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. دي كانت المشتريات بتاعت السوق بتاعتي. هنلملمها كده بقى مع بعض ونبدأ بقى نفرزها كده في التلاجة لحد ما نعملها. وبعد كده اجيب اوريكم بقى الميزانية بتاعتنا. الميزانية بتاعتنا كانت الاسبوع ده كام يوم مهاجر؟ كانت 200 جنيه. فاض منها كام يوم مهاجر؟ فاض منها اللهم صل على النبي 30 جنيه. فاض منها 30 جنيه. وكان الترمس عامل 38. فاض منه فاض 3 جنيه، يعني فاض يعتبر 33 جنيه. 33 جنيه. جبنا ترمس وجبنا طماطم وجبنا جزر وجبنا خيار، جبنا حاجات كتير الاسبوع ده عن الاسابيع التانية. بس لما انا نزلت بقى السوق الكبير زي ما قلت لكم جبت بقى الحاجات دي. والاسعار الصراحة حلوة هناك، مش وحشة طبعا عن بالنسبة للمحلات هنا. يعني الكرومبة هناك ممكن تاخديها ب20 جنيه، هنا الكرومبة بتتباع ب40 جنيه. اللهم صل على النبي. كيلو ونص الملوخية كان بكام؟ انا قلت لكم بكام. الولاية ادتني كيلو ونص ب20، هنا الكيلو الواحد ب15.
فهناك بتقدري تمشي الدنيا شويه عن السوق بتاع اللي بيبقى تحت بيتي ده مش سوق، هو بيبقى محلات ناس بتبيع فيه وكده. الطماطم عندنا هنا ب15 وب20، انا لقيت واحد هناك واقف بيها ب10. جبت 4 كيلو. البتنجان هنا بتاع المحشي هنا ب15، هناك ب10 جبت كيلو. هنا البطاطس ب20، هناك ب15 جبت 2 كيلو. فالحاجة هناك يعني فيها نسبة وفر شوية عن المحلات بتتباع يعني تحتية وكده. انا رحت السوق لان اوريدي قعدت عبد الرحمن يوم الثلاث من الحضانة وسبته نايم جنب باباه هو وهاجر، ونزلت السوق وجيت بسرعة على طول وجبت طلبات دي، عشان كده جايبة الشنطة وقعدت ما وريتكوش في المطبخ زي كل اسبوع يعني. بس انا قلت اجيب شوية حاجات بحيث ان انا اقدر اوفر بيها على دخول الشهر الجديد يعني. يا ربي يعني نمشي الميزانية صح يعني. طب يا ام هاجر صرفتي كام؟ صرفت 170 جنيه في شوية الحاجات ديت، ومعايا من ال 200 جنيه 30 جنيه وال3 جنيه اللي فاضوا من باقي الترمس، يعني 33 جنيه. طب يا ام هاجر تمام. جبنا بقى كل حاجات اللهم صل على النبي الخضار. جبت ايه بقى تاني يا جماعه؟ دي طبعا بره الميزانيه خالص. كان في 100 جنيه كده، انا مش عارفه انا قلت لكم عليها ولا لا، بس انا دايما بطلعها لنفسي. نفسي في حاجه بقى، في حاجه شخصيه انا حابه اجيبها، في حاجه مش عارف بتبقى خاصه بيا. فجبت منها الحصاله دي ب25 جنيه، عشان هنبدا بقى نفتحها رمضان. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعود علينا ايامه بخير كاملين لا مفتقدين اللهم امين. تمام. ب25 جنيه بجيبها اشجع بيها نفسي. ممكن على فكره تستخدمي برطمان، ازازه، حصاله البروسول، تمام. بس انا بحب ان انا اشتري حصاله بحيث ان انا اشجع بيها نفسي. فالحصاله دي عجبتني قوي، جبتها ب25 جنيه، وحطيت فيها من ال3 جنيه الفكه اللي فاضوا، اشجع بيهم نفسي. ال30 جنيه دول هتعملي بيهم ايه يا ام هاجر؟ احنا ما جبناش على فكره لو ملاحظين فاكهه، فهجيب بيهم للاولاد مثلا بطاطا او كيلو عنب او كيلو جوافه، فحسب اللي هلاقيه بقى هجيبه لهم بيه برضو. يبقى احنا خلاص في اخر الشهر، فهجيب نوع فاكهه واحد. عايزاكم بقى تعملوا لي مبادره للقناه يعني، لان انا محتاجاكم جدا الفتره الجايه الصراحه. القناه مش بتكبر، مش عارفه ليه، فمحتاجه ان كل حد يشوف الفيديو يحط لايك. معلش حتى لو انت مش حابب تشترك بس حطي لايك. غيرك ممكن لو القناه مثلا يعني انت ممكن اللايك بتاعك يوصل القناه لغيرك، فلو عجبتها تحط لي اشتراك. فلو انت حتى مش مشتركه بتتفرجي عليا حطي لي لايك. فاعملوا مبادره كده معلش اسمها مبادره تكبير القناه، فخليكم جدعين معايا، وكل اللي يشوف الفيديو حطوا لايك وصلوا على النبي كده بسرعه في الكومنتات عشان ناخد الاجر والثواب مع بعض عليه افضل الصلاه والسلام. دي الاجنده بتاعتي طبعا كلكم عارفينها، ودي الملاحظات، ورق الملاحظات بتاعي. لو انا مثلا فلت مني اسبوع اكل او فلت مني حاجه بتلاقوني ظبطت الدنيا فيه يعني. ويلا بقى ابداوا معايا بقى في الحصاله. اللي بدا مصروف بيته بدا، اللي ما بداش زي حالتي انا لسه ببدا يوم 1 يا جماعه او يوم 2. فيلا بينا اجري هاتي الحصاله. مش شرط حصاله، ممكن زي ما قلت لكم برطمان، ازازه، علبه بروسول، براحتك خالص. بس يلا ابداي معايا حصاله رمضان، واكتبوا عليها كده بورقه او اعرفوا ان دي حصاله رمضان، مش هنفتحها مع بعض الا في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعود علينا ايامه بخير. وزي ما قلت لكم بقى خليكم جدعين واعملوا لي مبادره حلوه منكم كده لتكبير القناه، لان انا محتاجاكم جدا الفتره الجايه. حتى لو انت مش مشتركه معايا في القناه يا ريت تحطي لي لايك منك معلش. وصلوا على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام، وقولوا لي رايكم في مشتريات السوق الاسبوع دوت او ال10 ايام الاخر بتوع رمضان. ان شاء الله الفيديوهات الجايه تكون بقى الميزانيه الجديده مع بعض. وما تنسوش تدعموني بلايك حلو منكم، وتصلوا على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام.